طاجن مكرونة عظمة، مفيش احلى من كده. شايفين الجمال والحلاوة؟ السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الطاجن القمر ده، سهل جدا جدا وطعمه يجنن. هنحتاج طماطم متقطعة قطع صغيرة وفلفل كوبي وفلفل الوان، وكمان معلقة كبيرة من معجون الطماطم ومعلقة صغيرة من الكاتشب، وبصل متقطع جوليان، والاساس معانا النهارده هو السوسيس. هكتب لكم برضو كل المقادير بالظبط في الديسكريبشن بوكس، ما تنسوش تبصوا عليها. اول حاجه هنسلق المكرونه عبال ما نجهز باقي الوصفه بتاعتنا. في حله على النار هننزل بشويه من الزيت ونسيبه لحد ما يبدا يسخن معانا شويه. بعد كده هنبدا ننزل بشرايح السوسيس ونديها تشويحه كده في الزيت من دقيقتين لتلاتة. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وكمان تبعتوا الفيديو ده لحد تحبوا تاكلوا معاه مكرونة بالسوسيس. هحط عليه كده رشة من الفلفل الاسود وهو بيتشوح، بتدي في الاخر تيست تحفة. ننزل بقى بشرايح البصل على السوسيس ونقلبهم كده كويس مع بعض لحد ما البصل يبدأ يدبل معانا. مش عايزين نحمره، يدوب بس كده هيبدأ يدبل. بعد ما البصل يدبل هننزل عليه بفصين ثوم مفروم ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما نشم ريحة الثوم. الريحة تجنن بجد، تحفة. لسه ما عملناش حاجة، بس الثوم مع البصل والسوسيس عاملين ريحة تحفة. ننزل بقى بالصلصة مع الكاتشب. الكاتشب اختياري، لو مش متوفر عندكم مش لازم تحطوه، بس لو متوفر حطوا معلقة صغيرة هتدي برضو تيست حلو جدا في الاخر. وندي الصلصة كده برضو تشويحة حلوة مع الكلام الجميل ده، ونسيبهم حوالي من دقيقتين لتلاتة كده على النار. بعد كده هننزل بقطع الطماطم اللي متقطعة صغير. لو مش حابين تحطوها كده ممكن تبشروها بالمبشرة او تضربوها في الكبة زي ما انتوا عايزين، مش هتفرق قوي. هنزل عليهم بالفلفل الاخضر والفلفل الالوان برضو متقطعين قطع صغيرة. لو حابين المكرونة تكون سبايسي ممكن تزودوا قرن فلفل حامي، دي حاجة ترجع لكم زي ما انتوا عايزين. هنقلب كله بقى مع بعض ونسيبهم كده حوالي 5 دقايق علشان الفلفل يبدأ يدبل وينزل المية بتاعته. بجد ريحتها تحفة. بصوا جمال كمان الالوان، شكلها بجد فظيع. ما تنسوش بقى تنزلوا بسرعة تشتركوا في القناة وما تكسلوش. ننزل بمعلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من السكر علشان تقلل حموضة الطماطم. هنقلبهم كويس ونغطي عليهم ونسيبهم 5 دقايق زي ما قلتلكم علشان الخضار يبدأ ينزل المية بتاعته. كده كل حاجة معانا تمام. هبدأ ازود عليهم كوباية صغيرة من مية سلق المكرونة. التركاية دي هتدي صوص تحفة جدا جدا للمكرونة، هتخلي فيه صوص حلو كده. انا الاول زودت نص كوباية، بس حبيت ان انا ازود نص كمان علشان تزود معايا الصوص شوية. هنقلبهم ونسيبهم كده حوالي دقيقتين تلاتة ونغطي عليها علشان الصوص ده يبدأ يتقل معانا شوية. شايفين بقى الجمال؟ حاجة كده عظمة. المية بتاعت سلق المكرونة عطتنا صوص حلو جدا جدا. بصوا تحفة. الوصفة دي بقى احلى وقت تتعمل فيه جوع اخر الليل، واحنا قاعدين كده بالليل مع نفسنا وعايزين حاجة ناكلها. مفيش احلى من كده. كده مش ناقصنا غير ان احنا ننزل بالمكرونة على الصوص، اي نوع مكرونة تحبوه. بس انا يعني كهاجر ارشح لكم يا اما تستعملوا مكرونة بنة او مكرونة سباكيتي، في الوصفة دي الاتنين بيبقوا تحفة. هننزل بنص كمية المكرونة اللي معانا الاول ونقلبها، وبعد كده نبدأ ننزل بالباقي علشان المكرونة كلها تاخد من الصوص وما يبقاش فيه شوية كده وشوية كده. اخر حاجة هنحطها وهي حاجة اختيارية بس بتدي ريحة تحفة للمكرونة. الحلوين اللي متابعيني من زمان هيعرفوا ان انا على طول بحطها في المكرونة، وهي رشة الزعتر، بتدي ريحة حلوة جدا جدا. وكده مش ناقصنا غير ان احنا نقدم المكرونة في طاجن حلو كده. ممكن طبعا تقدموها في اطباق، بس انا من رأيي ان انتوا تحطوها في طاجن كده حلو وتحطوها على السفرة، بيبقى شكلها اشيك واحلى كتير، وتبدأوا توزعوا منها في الأطباق كده بيكون أحلى وأشيك. هوزع بقى الكمية كلها في الطاجن وأسويها كده واخلي شكله حلو،
علشان زي ما انتوا عارفين العين بتاكل الاول، فلازم ان احنا زي ما اهتمينا بكل تفاصيل في الوصفة بتاعتنا ان احنا كمان نهتم جدا بتقديمها، علشان هو ده اللي هيفرق في الاخر. هو طبعا الطعم مهم وكل حاجة، بس لازم نهتم بالتقديم برضو علشان نفتح نفس اللي هياكل. كده الطاجن جاهز معانا. هبدأ ازينه برشة من البقدونس المفروم كده على الوش عشان برضو تدي شكل حلو. بجد مفيش اجمل ولا اسهل من كده. شايفين شكل الطاجن حلو ازاي ويفتح النفس. ظبطنا الشكل وقدمنا احلى طاجن. الطعم بقى كمان مفيهوش غلطة، بجد كان طعمها حلو جدا 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 بشهادة اللي دقوها. لازم تجربوها بجد، هتعجبكم جدا جدا، وهستنى رأيكم وتعليقاتكم الحلوة. وياريت بقى ما تبخلوش عليا بالاشتراك واللايك والشير، علشان ان شاء الله القناة تكبر بيكم ونبقى اجمد قناة على اليوتيوب كله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.